لتدريب التربيه والتعليم هذه الفئه المظلومه واللي بتحاول بقالها سنوات عديده منذ قيام اول نقابه مستقله في مصر وهو بيحاول انشاء نقابه. انا بهنيهم دلوقتي يعني بنشئ اداتهم في تحقيق العداله الاجتماعيه. النقابات هي ادوات تحقيق العداله الاجتماعيه، النقابات اللي بجد اللي انتم بتعملوها باراده الاعضاء اللي كافحوا سنين طويله وعانوا ووقفوا لدرجه ان احد زملائكم مره في احد الوقفات سرقوا منه الميكروفون والبنطلون. جهاد طويله لنقابه الاداريين، جهاد طويل لنقابه الاداريين، احنا بنشكركم عليه وبذلت البشرى لزملائكم في كل المحافظات وكل الادارات على مستوى مصر. اصبح الان لكم درع وسيف، اصبح الان لكم نقابه. انا بدعوكم جميعا للانضمام في جميع المحافظات، اداريين التربيه والتعليم وعمالها المحرومين من حق التمويل النقابي، المحرومين من كثير مما يترتب عليه غيرهم. انا بدعوكم للانضمام لهذه النقابه حتى تحصلوا على حقوق. وعايز اقول مع احترامي للطلبات الجزئيه النهارده ليس يوما نتكلم على مطالبنا، ده دور النقابه، ده نظام النقابه. يعني نشأت النقابه، اتفرجوا بقى ورونا ايه الفرق بينكم وبين غيركم اللي كان بيدعي الحديث باسمكم وما بيعملش حاجه، بالعكس بيأيد كل المظالم اللي اتعرضت لها. ورونا من دلوقتي جدول اعمال العاملين الاداريين في التربيه والتعليم، هو ده همكم، ما لكمش حاجه ثانيه، لا منصب ولا وظيفه ولا مكافاه ولا حاجه زي ما كان بيحصل. انتوا همكم من اساس المطالب الزمنيه. انا بعتبر ان نشأة النهارده ده المفروض احتفال بعيد، والله لولا انني سانتقل الان للمشاركه في تشريع مناضل نقابي عمالي المحامي سيد فتحي اللي وقف معانا كلنا ومعانا ومع الطبقه العامه المصريه النهارده كان اسمه فرح. والله لولا هذا لكان النهارده فرح وعيد نحتفل بقيام نقابه للفئه المستضعفه في علاقه العمل في مصر واكثر الفئات المستضعفه في علاقه العمل واللي نشأت نقابتها مش تبقى مستضعفه. وعايز اقول لكم للناس اللي بتشوفوا واللي بيسمعونا، احنا ايه قصه انشاء نقابات دي ادوات للمفاوضه الجماعيه مع اصحاب العمل، مش على مكاسب شخصيه، واحد عايز منصب ولا عايز ترقيه ولا عايز لا، على مطالب جموع العاملين. وكل ما حققت وطالبت بمطالب العاملين هينضموا عليك ويأيدوك ويقفوا وراك في ظهرك. انا عايز اضرب مثل بسيط لكل اللي مش متابعنا واللي مش فاهمنا. نقابه الضرائب العقاريه لما نشأت باضراب ناجح في الشارع لاول مره، موظف حكومه يقعد في الشارع